كان اول هو نزل هيثم الحريري، فكان كلامه معانا ان احنا قوتنا تكون في الشارع، لازم نكون اكبر من كده قوه، لازم نكون باعداد ان هو نقدر نضغط عليهم جوه، ان هو بيستمد قوتنا من قوته من قوتنا. قال ان انا مش عايز حد جوه يقول ان هم دولت المجموعه الصغيره، لا المفروض احنا نبقى اكتر من كده، وان المجلس النواب هيناقش قانون الخدمه المدنيه بعد العيد. هم النهارده كانوا بيناقشوا الموازنه، انضم ليهم خالد عزيز شعبان وخالد يوسف ونواب اخرين انضموا ليهم، وكان نفس الكلام برضو ان انتوا تكونوا قوه، ان انتوا تقدروا تضغطوا، ان انتوا تعملوا زي حمله على النواب في دوائرها، ان يعرفوا اهميه القانون، يعرفوا أهمية القانون إيه، ويعرفوا الملاحظات عليها، ويا ريت تكون ملاحظات مكتوبة عشان الناس تقدر تتكلم، لكن مجرد الكلام الشفوي ما بيقدروش يتكلموا جوه أو يضغطوا بيها جوه. لكن لما تكون ملاحظات مكتوبة ومذكرة شارحة فيها عيوب القانون، وفيها إن ممكن يضغط على الموظف إزاي، إن في الهوس الموجود دلوقتي إن القانون مش هيقلل من شأن العامل في راتبه. فاحنا جبنا مفردات مرتب بعد القانون ايه وقبل القانون ايه، فده كانت برضو حاجه دافعه لينا ان احنا نقدر نديها للنواب جوه عشان يعرفوا ان فعلا ان بيأثر على تمام.